سلام الإخوة والأخوات، مرحبا بكم جميعا. كنرحب بالجميع متابعي وزوار قناة وصفات خديجة. كنرحب بكم جميعا، وما تنسوش واحد اللايك باش يطلع الفيديو. وشكرا للجميع، كل واحد كيتابع القناة ديالي. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم طريقة غسل الدجاج بالنسبة للمبتدئات. خديت واحد الدجاجه كيف ما كتشوفوا، انا جبتها بحال هكا. داك الحامض راه مول الدجاج ملي صايبه ليا هو اللي دار الحامض لداخل. عزلت هذوك القشيوشات ديال الدجاج، حيدتهم وغادي نشدو الدجاجه، غادي نغسلها من داك الدم اللي فيها وداك الشيء، باش نبدا عمليه التنظيف. وقبل ما نغسلها قطعت هذوك الجنيوحات، حيدتهم كيف ما كتشوفوا. هادوك الجناوح ما عرفتش علاش مول الدجاج قطعهم ليا من الوسط، خلاها النص ديال الجناح، ما عرفتش علاش. اول مره كنشوف شي مول الدجاج كيقطع من الجناح. لدرجه اني ملي جيت كنقطع فيه مع العظم ماضي دخل ليا في يدي، خلى ليا واحد الجرحه. غادي نقطعوا الاجنحه بجوج، وغادي نطلق الماء، نشل الدجاجه من داك الماء ديالها وداك الدم باش نبدا عمليه التنظيف. وكنحيدو الريش الا لقينا شي ريش ولا شي حاجه ضروري كنحيدوه. كنحيد دابا دوك الزوائد اللي كتبان ليا كثيره، كنقصها وانا كنغسل. عاد غادي ندير الملحه باش نقي الدجاجه ديالي مزيان. كما كتعرفوا الدجاج راه كيكون زفر وضروري خصو يتغسل مزيان. هاد المقطع جاني طويل وانا نجربه، ولكن راه باين. انا كندير دابا الملحه، دوزتها على الدجاجه كامله الجلده ديالها، كنحكها بالملحه باش لكاين شي حاجه تحيد. هذاك تحت ديال الصدر، جهه العنق حتى هي كيكون تما شي زوائد كنحيدوهم، كنديروا الملحه، حيت الملحه كتكون حرشه كتعاوننا. الا درنا غير ايدينا بلا ملحه ما كيبغيش داكشي يتحيد. كندير الملحه وكنحيد اي حاجه زايده جهه الفخاذ، الداخل ديال الدجاجه، الظهر ديالها، الصدر ديالها. كيف ما كتشوفوا هذيك البلايصه حتى هي كنقيوها. لا كانت كتكون فيها واحد سميتها كيقول لها حبه الحرام ولا ما عرفت شنو سميتها. مول الدجاج راه كيحيدها، يعني ما عمري ما لقيتها، يعني ما كنلقاهم محيدينها. تردوا البال ديما ديك البلاصه تنقيوها مزيان، اللي يكون مول الدجاج خليها لكم ولا شي حاجه. انا الدجاجه لقيتها منقيها حتى من الداخل، لقيته منقيها مزيان، محيد منها الريه، محيد كلشي. كيف ما كتشوفوا كناخذ الملحه وكندخل ما بين الدجاجه والجلده ديالها، وكنحيد هذوك الريوق اللي كتشوفوا هما اللي كيكونوا زفرين الا ما حيدناهمش راه بحال شي حاجه ما درناها. ضروري اي بلاصه في الدجاجه كندير الملحه ندخلها ونجبد حتى كنقيها مزيان. غادي نستمر بالطريقه اللي كتشوفوا كندخل تما الملحه وكنحيد هذوك الريوق. ضروري حتى الصدر حتى هو كندخلو الملحه، ولا كانت شي حاجه باقه الصدر في هذا الصدر ديالها لداخل، الا كان شي حاجه باقه كنحيدوها. وبين الجلده والصدر عاوتاني نفس الشيء، كندخلو الملحه وكنجبدو هذوك الريوق حتى نكملو كل شيء. انتما كما كتشوفوا دابا كيبان لي شي بلاصه فيها الريش كنحيدو، كاين الليل وشويه ما كيبانش مزيان يمشي على الضوء. كنحاول نقيها مزيان ما نخلي فيها حتى شي حاجه. هذيك الجهه هي لقيت فيها شي ريشات شويه غلاظ ما بغاوش يتحيدوا، كيتحيدوا بزز. بقيت مضاربه معاهم بالموس حتى حيدتهم. ومازال ملي نبغي نطيبها غادي نجبدها بنهار وغادي نقلبها مزيان لا نكون زقلت شي حاجه ما حيدتهاش. كيف ما كتشوفوا باقي كندير الملحه وكاع الجويه. الجهه اللي درت فيها الملحه كنجبد هذوك الريوق شفتهم. المهم كنديروا الخاطر مع الدجاج حتى نقيوه مزيان، لانه كيحتاج
التنقيه والغسيل، واخا كنجيبوه منقي من عند مول الدجاج، ولكن الا ما حيدناش داك الريوق ديالو راه كيبقى زفر وما يصلحش يتكال بصراحه. كيف ما كتشوفوا انا كنشلل دابا فيها وباقا كنقلب لبنت ليا شي حاجه كنحيدها. غادي نشللها مزيان الدجاجه صافي. خديت هذوك الجنيوحات حتى هما دوزت عليهم الملحه وقلبت ليه يكون شي ريش ولا شي حاجه لاصقه كنحيدها. وهذيك الكنزه ديال الدجاج واخا كينقيها مول الدجاج بعض الناس ما كتنقاش مزيان، شفتو لقيت فيها ديك الجلده حيدتها حتى هي، وغندير شويه الملحه باش نحيد هذاك الشيء اللي كيكون في الجهه الاخرى حتى هو ضروري. الملحه كتعاون بزاف. هذاك العنيق حتى هو دوزت عليه شويه الملحه باش لا فيه شي حاجه تحيد. وغادي ناخذ هذيك الكبده والقلب. القلب كتكون فيه واحد الجلده كيف ما كتشوفوا ضروري نحيدوها. شفتوا كيفاش دايره. وغادي ناخذ الموس غادي نفتح القلب من الوسط ضروري، لان القلب كيتجمع فيه الدم، كاين اللي كيخليه بحال الرقصين ولكن خصنا نحلوه. شفتوا راه واحد شويه ديال الدم كاين تماك ضروري نحلوه ونخويو له فيه الدم نحيدوه. وقطعت هذوك العروق حتى هما وغادي نحطوه باش نغسل كلشي دابا. من بعد ما غسلت هذوك القشيوشات مع الدجاجه سقطرتهم من الماء وخديت شويه ديال البصله كتحيد الريحه ديال الدجاج. ندير 2 بصلات متوسطين. قد ما كان عندكم دجاج كثير قد ما كتكثروا البصله. انا عندي غير وحده ودرت هذوك 2 بصلات. وخديت هذاك الطرف ديال الحامض، عندي واحد الطرف ديال الحامض كبير. عصرت داك الماء ديالو بيدي وغادي نحط هذيك القشره ديالو حتى هي. الا كان الدجاج كثير كناخذوا الحامض واحد 2 حامضات شنو كنعصرهم كنديروا العصير ديالهم. انا عندي غير وحده. كان هذاك الطرف كان كافي لانه طرف كبير، كانت حامضه كبيره. وكان عندي واحد طريف ديال سكينجبير اخضر حتى هو زدته. سكينجبير حتى هو زوين بحال كنغسلوا به الدجاج راهو كيف ما كتشوفوا. هذاك السكينجبير درت الحامض والسكينجبير والبصله وخليت هذا الشيء واحد ساعه ونص. خليو ساعه ونص ساعتين في هذاك الماء ديال البصله والحامض. شوف الدجاجه كيف ولات كتولي بيضاء ومنقيه. صافي دابا غادي نصفيها من داك الماء هي وهذوك القشيوشات. وغادي نعاود نشللها نغسلها مزيان. وغادي نخليها تسقطر حتى تنشف مزيان من الماء حتى تسقطر ليا. وغادي ندخلها للفريغو. كنتو غادي نطيبوا الدجاج الغد ليه كديروه في الثلاجه كان باقي معطل كتدخلوه للفريغو حتى كتبغيوه وكتجبدوه. نتمنى الفيديو يعطيكم شويه ديال الفائده، خصوصا المبتدئات اللي ما كيعرفوش يغسلوا الدجاج. نتمنى تستافدوا من الفيديو وما تنسونيش من اللايك واشتراك في القناه بالنسبه للناس اللي ما مشتركينش، وبارطاج وفرجه ممتعه. وغادي نخليكم حتى نتلاقى معكم مره اخرى في فيديو قادم ان شاء الله.